واش اخوتي خواتاتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم رضا، واليوم جيت لكم فيديو جديد. المهم الاخوان، ما بقى ما يتخبى، النسنس واخيرا تفرش راسو براسو، دار واحد الفيديو، مشى واحد القصر ديال القاضي عياض ولا ما عرف حقه ما حقه، لقيت السيدي الزئبق الاحمر ولقيت الذهب والمرجان وداكشي خرائط القديمه وداكشي ديال الفراعنه. فرش راسو براسو في هذا الفيديو هذا. تقريبا انا شي عام ما بقاش كنتفرج في بالنسنس، لاني شفت داكشي اللي كيدير ماشي نورمال نهائيا وماشي منطق. تصوروا معايا كياكل راس جمل ما كيجي لا شي حاجه ما كتشد ولا صغير الاول. تخيلوا معايا الاخوان كياكل راس جمل، والمهم كياكل شي ماكله اللي فهمتي اللي ما يتقبلهاش العقل انك تاكلها، الا كلتيها راه تموت في البلاصه. قول هاد السيد هذا راه يكون داير شي بلان في الفيديو، داير شي خدعه في الفيديو وكيكذب على المتابعين وكيستحمرهم. سبحان الله، دازت الايام فرش راسو براسو الاخوان. شوف قبل ما نبداو هاد الفيديو، دوك العبيد شي عبيد ديال اليوتيوبر كيعتبروه كاله، اقسم بالله واستغفر الله العظيم على هذه الكلمه، كيعتبروا اله، اقسم بالله راه ما يمكنش يا صاحبي. كيبقاو تدخل تعطي الراي ديالك في هذاك الفيديو، ما كيعجبهمش الحال، بحال كيتقرصوا ولا ما عرفت. من هذوك العبيد ما تجيوش تكومونطيو لي في هذا الفيديو، لا كومونطيتي لي غنبلوكي البلاصه، غنبلوكي. ما تكومونطي لي على الفيديو موال، سكيبي الفيديو سير بحالاتك صافي. هادشي اللي كاين، ما دير لايك موال. المهم هادشي اللي كاين. بلا ما نطول لكم في المقدمه نبداو لا فيديو. شفت واحد الفيديو ديال واحد اليوتيوبر سميتها بسمه، اقسم بالله فيديو زوين عجبني، غندخل رياكتي عليه دابا. اللي بغا يتفرج في هذا الفيديو هي هاد القناه ديال ختنا بسمه اي اف. الرجوله كتهضر بالمنطق، ما كتهضرش بالعاطفه. الرجوله تحياتي لها من هذا المنبر. ندخلوا هنا، ها هو الفيديو ضرب ليها 200 الف مشاهده، يعني بزاف ديال الناس شافوه. الفيديو كتقول فيه سلسله تحليليه لكيفاش كيضحك ايوب على المتابعين ديالو، يعني بالنسبه سميتو ايوب الحقيقيه، اشهر يوتيوبر كذاب في التاريخ المغربي. راس الجمل مسلوق بكوكا وكيتغدى بفكرون اللي كيطيبوا راسو في كوكوط. كيف ما يمكن يقاد الطاجين بالطوبه مخدر؟ بيني وبينكم الاخوان، اش هادشي اللي كياكلو يدخل لك الراس، غتقول بصح كياكل هادشي. قد تاكل تا طوبه، بيني وبينك قد تاكل طوبه والله، كلتيها شويه منها تتموت بالله. حتى داك الهضره ديال والو تقول لي ياكل طوبه، راه مستحيل سالينا. او الكورجيط وخيزو. اما الجران بشده وحده من جلسه الماء معلكه بالوسخ كيقليه. مول المعده الحديديه اللي ما كتاثر عليه سالمونيلا، ما كيشد فيه داء السعار اللي بالمناسبه. انت اختي يلاه قلتها لهم دابا، في مرض ما حتى شي حاجه ياكل الطوبه، ياكل حنا نمشيو ناكلوا الطوبه، نمشيو ناكلوا حمار ميت وما يطرى علينا والو. خدموا عقلكم الدراري شويه، ما تشوش بالعاطفه. كيكون في جميع الحيوانات وماشي غير في الكلاب، وهاد القوه الربانيه خلاتو ياكل بيبي مسحور وميت في الخلا، وما وقع ليه والو من كثره ما الجسم ديالو، ولا قادر يحارب جميع انواع السموم. انسان اللي معروف بالمغامرات لدرجه انه كيتحدى الجنون اللي ولاو غير كيشوفوه جاي كيخويو من جهته، وهذا الشيء من بعد ما دوزوها عليه وكانوا غير يصفوها ليه. دخلنا عليكم بالله صاحبي، كنشوف الجهل بعيني، اقسم بالله الا كنشوف الجهل بعيني يا الدراري. غيكون دابا دايره معاهم، دابا كون فهمتي متفق هو وياهم. من ديما وايوب الملقب والله ما يمكن يا اخوان، قسما بالله قمه الجهل والله. بنو النسنس كيخلق الجدل بقناه يوتيوب اللي كتجاوز 2 مليون متابعين، وتفاعل كبير اللي طغى به في ساحه المحتوى المرعب. ولكن هذه المره ايوب حياته غتقلب بسبب حاجه وحده، واللي هي القصرد، اشهر جنرال مغربي عامر بالثروات والكنوز المدفونه. هذا الفيديو هو اللي غيجيب لي التمام صافي، غيفرش واحد الفرشه اللي ما يمكنش. راه دارت بوم في السوشيال ميديا، راه كلشي عرف الحقيقه ديال بالنسنس، انه كيستحمر المتابعين ديالو. فشكون هو بنو نسنس؟ واش هو اعظم مغامر او لا اكبر يوتيوبر كذاب عرفوا التاريخ المغربي؟ الثاني واقيلا، الثاني. وكنظن انه الا كنتي من المتابعين ديالي فالجواب غتكون عرفتيه. دخلوا على الدري، اقسم بالله اللي تستاهل، وهادو هما اللي خاصهم يطلعوا بالرجوله. كتحلل لك الفيديوهات بواحد الطريقه اللي ما يمكنش. كتعجبني الدريه هذه المحتوى ديالها. دخلوا ديروا لايك للعيبات، راه سميتها بسمه بالرجوله والله تناضيه بالرجوله، كدير تحليل الفيديوهات حاجه ناضيه. واهم حاجه بغيت نشكر الناس بزاف مره اخرى على الميساجات اللي خليتوا لي في انستغرام من بعد الحاله الهستيريه اللي كانت جاتني. عييت ما نقلب ونسول الناس باش نعرف شكون اللي سمم لي القطوط ديالي، وحتى ريت في القناه ديالو واللي حرف بظرف. هاد الضجه خلاتني نحلل
وكسرت البكا. ولكن فاش شفت اخر فيديو داروا ايوب كان مستحيل انني ما نحللوش طرف بطرف. هاد الضجه خلاتني نحلل بزاف د الفيديوهات اخرى كارثيه في القناه ديالو واللي حرفيا كتحدى العلم والمنطق والعقل واي حاجه ممكنه. وهذا الشيء كيخليك تسائل على كيفاش انسان بحال هذا عنده مصداقيه وسارح ليا بنادم، حيت الا 1.5 مليون مغربي تاقوا بهذا الشيء في نهار فرخص وزاره التربيه والتعليم تعاود دير اعاده النظر في راسها، حيت فعلا الشعب راه ضايع. وقبل ما نضربوا طلع على الكنز اللي لقى غنشوفوا اول حاجه القصر اللي لقى فيه هذا الكنز واللي كيرجع للقايد البشير البوهالي اللي كان جنرال، يعني راه قصر قديم الاخوان، قديم بزاف، مشهور في عهد الحسن الثاني ولعب دور كبير في انقلاب الصخيرات. وكيقولوا انه هو وبابو منظم الانقلاب ماتوا في نفس الوقت على يد بعضياتهم. واحد التيره في الاخر. صراحه كان عندي خلط باش نعرف الاصل ديال هذا القصر ديال من واش كان ديال القايد البوهالي اولاد المقاوم علي بن ابراهيم. ولكن على ما يبدو ان هذا اليوتيوبر مشى لتما وقال انه هذه البلاصه اللي جات في بني عياط اقليم ازيلال كان في الاول كيتجمعوا فيها المقاومين يالات ورجال ودراري صغار في الوقت ديال الاستعمار، وبالضبط في اواخر 1913 برئاسه علي بن ابراهيم، لدرجه انه فاش بغاو يدخلوا عليهم الفرنسيين وقفوا لهم بكل شراسه في معركه طاحنه اللي سالت بالخساره الفرنسيين. هزيمه كبيره اللي خلات المستعمر يقلب السد سعود على هذه القبائل لمده 3 سنين كامله، لدرجه ان السيد فاش مات داروا ليه الضريح ديالو تما اللي باقي لحد الساعه، ولحد الان باقي كيحتفلوا بالانتصار اول معركه لهم في المنطقه. وللاسف راجل بحال هذا ما كاينش عليه معلومات ديالو او حتى فوقاش مات، ولكن غالبا غيكون توفى قبل نهايه الاستعمار بشويه، لانه فاش غياخذ المغرب الاستقلال ديالو القايد البوهالي غتعطى ليه الارض وهي فين غادي يبني القصر غالبا في ديك الخمسينات. وما عرفناش واش مور الموت ديالو سكن فيه شي واحد فتره معينه ولا لا، لان هذه المعلومه مهمه بزاف باش نفهموا بعض التفاصيل في الفيديو اللي صور ايوب واللي هي الزليج، لانه فعلا الزليج اللي كاين هنا كيبان جديد نوعا ما. وفاش كنقول جديد راه كنقصد به من السبعينات الفوق، لانه قبل من هذه الفتره فريموار واحد الابداع اللي بدعوه في هذا الزليج راه لا حدود له. الزليج كان كيتركب طرف بطرف حبه راه ما يمكنش اصاحبي على العذاب اللي كانوا كيديروها، صح راه ما يمكنش. وبحكم انه نيشان كيبداو يهرسوا فيه فما كيتصبغوش من القناص اولا الطرف ديالو، وهذا الشيء اللي كيخليه يبان قاصح وخشن. اما من مور السبعينات بداو كيبانوا مصانع اللي كتقطع الزليج وكتزيد فيه شي تفاصيل وكتخليه رطب. زيد على هذا الشيء ان الزليج الحقيقي ما عمره ما كيكون رسمه في زليجه وحده كامله، وانما كيكون عباره على طريفات صغار ملاصقين مع بعضياتهم. وهذا الشيء بالضبط هو اللي كيميز الخدمه التقليديه ديالنا. وهذا الشيء كيدينا للسمك ديال الحيط اللي ما كيتجاوزش واحد 30 حتى ل 40 سنتيمتر عموديه مع الدخله. ومن الدقه الاولى ومن اول حيط ايوب غي يستعمل جهاز تنقيب المعادن من نوع كاريت ايس 150 اللي الثمن ديالو في المغرب كيسوى 4000 درهم، وكيستعملوه بزاف المبتدئين في الجراضي والبحوره باش يلقاو الفلوس والمعادن اللي قريبه. حيت بكل بساطه هذا الجهاز ما كيفوتش 20 سنتيمتر في الغرق. والسؤال هو واش لهذه الدرجه قايد على قدو غيدفن كنز اللي كيسوى الملايين في عمق 30 سنتيمتر ولا 40 في رمله ديال التراب اللي سهل انك تهرسها. وهذا الشيء كيرجعنا لمقدمه الفيديو فين ايوب غيفتتح الفيديو بهذه الشخصيه اللي كيعاود فيها لسائح مغربي نيت على شحال صعيب انك تلقى الكنز بسبب اللعنه اللي فيه. وياكلوا تراب ما يتثبتش ولو نموت يبقى ياكلوا تراب. تعاونوا معاه رصدوا لي هذاك الشيء في الارض. هو اش دار؟ رسومه الوثائق اللي كتبوا الطلبه باش تجبد هذاك الشيء تحت الارض. هو حراقهم بقى داك الشيء كلشي هنا. الا شفتي هذا الفيديو غيحسب لك انه فعلا كاينه شي لعنه اللي كتحرس الكنز، وعلى ان حتى هذوك الاوراق اللي كيتعتبروا خريطه ليه حرقهم شي واحد شكون الله اعلم. ولكن بنو نسنس تعمد انه يقطع الفيديو من البدايه ديالو واللي فيها السيد كيهضر على القايد عيسى بن عمر وماشي القايد البوهالي. والغريب في الامر هو كيفاش جاتو عاديه يجيب فيديو الشخص اللي كيهضر على قصر بعيد ب 300 كيلومتر على القصر اللي مشى ليه وجاتو عاجه. وهذا الشيء راه القصر اللي داروا في هذا الفيديو راه ماشي هو القصر اللي مشى ليه، راه قصر اخر هو داروا في هذا الفيديو زعما قال لك راه مشيت ليه. شو صاحبي راه استحمار بعينه. انه كيف ما قلت قبيله القصر ديال البوهالي جا في نواحي ازيلال في الوقت اللي القصر ديال القايد عيسى بن عمر جا في نواحي مدينه اسفي. انتم الاخوه مات وفى القائد عيسى بن عمر اول قرن 100 سنه باش مات. قائد عيسى بن عمر جا هنا قال شي ناس لك تخوكم اعطوني فلوسكم عطوه. نجيو دابا لداك الشيء اللي كيقول انه لقى بحال اوراق الفراعنه اللي ادعى على انهم هديه متوارثه للقايد واللي من غير انها مستحيله بحكم انه الفراعنه دوك الاوراق راه كيتباعوا في ايتسيا ب 50 درهم ولا ما عرفت ب 100 درهم اكثر من 3000 عام هادي. وخا نبغيو كاع نقولوا انه راه فعلا هذا كادو بقدره قادر من شي متحف عالمي، الا ان الفراعنه في ذاك الوقت
ما كانوش كيستخدموا هاد الالوان، حيت بكل بساطه ما كانوش هاد الالوان في داك الوقت، ومعروف عليهم انهم كانوا كيستعملوا الفحم باش يعطيهم الكحل، والحجر الازوريت باش يعطيهم زرق باهت، واكسيد الحديد اللي كيعطيهم حمر باهت، وبالتالي الالوان كانوا عامه عندهم باهتين. الشيء اللي كيختلف على اللفات ديال الوراق الفراعنه اللي كانوا كيقادوهم من النبات ديال البردي اللي كيخلي الورقه تكون قاصحه وتبدا بحال تشقق وتهرس مع الوقت. وبالتالي كون كانت هذه ديال الفراعنه بصح فراه كان خاصها فريق على قدو باش يدير لها الترميم على مر السنوات باش تبقى جديده بهذه الطريقه، ولكن حتى هذه الفرضيه صعيبه، وبالتالي الاقرب للحقيقه هو انه شرى هاد جوج ورقات من تيمو او علي اكسبريس، وراه اصلا كيتباعوا بحالهم في مصر للسياح. ثاني حاجه هي الزئبق الاحمر اللي كانوا من بين الاسباب اللي خلاو الفيديو يتشاف اكثر من مليون مره في نهار واحد، ولكن المشكل ان هذا الزئبق الاحمر براسو هو مجرد اسطوره وغير مثبوت علميا، واخا راه كيتباع ويتشرى في النوار باثمنه اللي ما يمكنلكمش تخيلوها، مع العلم انه هو كماده راه ما كايناش، والعلم كيأكد انه اي حاجه كتشبه ليه راه مجرد كذوب وخدعه. وكيقولوا الاشاعات على انه كيرتبط بصناعه الاسلحه النوويه والجن واستخراج ديال الذهب وحتى التحنات الفرعوني، وداكشي علاش الثمن ديالو في دول بحال السعوديه كيتباع بالملايين. وبالتالي الا بغيتي تكون نصاب محترف وكتدخل زباله فلوس بلا فرع المخ عليك بالزئبق الاحمر. وفي نفس الوقت المنظمات العالميه بحال الوكاله الدوليه للطاقه الذريه كتاكد انه ما كاين حتى شي دليل علمي على وجود ماده الزئبق الاحمر اللي عندها قدرات نوويه، والا كاع بغينا نفترضوا انهم كيزيدوا ملونات فراه حتى هي صعيبه، لانه ماشي سهل ان الزئبق يتخلط مع اي ماده من غير الا استخدموا جوج ديال المواد وحده مسمومه على الاخرى، وبالتالي ما كيبقى صالح لوالو. واصلا الزئبق العادي نقدروا نلقاوه في الترمومتر والجهاز اللي كيقيسوا به الضغط الجوي والبطاريات القديمه ديال الطوموبيلات، ولكن بسبب هذا الشيء ولا ممنوع دوليا لانه خطير على البيئه. ولكن المشكل بالناس تلقاه هو دغيا كاع انه بزاف الا ما كانوش الاغلبيه ثقوا بانه بهذه السهوله يمكن لك تلقى كنز، وهنا فين كاين المشكل. دخلنا عليكم بالله واش عباد الله، هاد الكاس هذا كيتباع في ايتسي ما عرفت بشي 100 درهم ولا 150 درهم، جيبوه هنا وراه الفرشه بعينها راه هو شاريه وجايبوه حاط هذاك الشيء فهمتي مخطط من قبل، يعني مخطط هذاك الشيء ومقاد الحفره واللعيبات وحاط فيها وجاوب داك فهمتي. اخوان خدموا شويه العقل اخوان. ان المغرب براسو ما كيقدرش يدير تنقيب نظرا للتكلفه العاليه ديال هذه العمليه، الشيء اللي كيخليه يتعاقد مع دول بحال بريطانيا وفرنسا وكيأطرها القانون 2280. وبالتالي واخا تلقاها في دارك وبشي طريقه ما الدوله عاقت بك فراه كتعتبر هذاك الشيء ديال الدوله. زيد على هذا الشيء انه اغلبيه القصور والمناطق اللي معروفه بالثروات ديالها فراه ديجا كيكون المعهد الوطني للعلوم الاثار والتراث دازو عليها، وبالتالي الا نساو شي حاجه ما نمشوهاش فراه غتكون معجزه او لكن على بعد غارق بزاف وماشي 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر الاخوان، تخيلوا معايا 30 سنتيمتر السي بالنسنس ديال الكنز. سبحان الله سبحان الله. انه فاش كتاكل حيوان ميت او جيفه فراه ابتداء من الساعه الاولى الجسم ديالو كيبدا يتفرج، دجا ميت وفمو مسدود بالقفل ومدخلين فيه ززوار، ولكن واخا هكاك هو كيشدو كياكلو. ولكن المشكل انه فاش كتاكل حيوان ميت دابا تقتو بالنسنس راه كال الفروج ميت. سبحان الله كالوا الدراري. واش تيقوا الاخوان باي حاجه كتشوفوها في السوشيال ميديا او جيفه فراه ابتداء من الساعه الاولى الجسم ديالو كيبدا يتحلل الى ما داش في الثلاجه، والا افترضنا كاع انه محطوط في بلاصه مبرده بحكم انه كيتواجد بين الحجر وحده البحر وفي شهر 10، الا انه درجه الحراره كتكون القليله ما بين 22 و 28 درجه سيليسيوس بالنهار، وهذا الشيء كيخلي بكتيريا ديال السالمونيلا والايكولي تبدا تتكاثر كل 20 دقيقه، وفي مده ساعه الجسم كيوصل لاعلى درجه ديال السموم اللي كتزيد مع الوقت، والنتيجه من بعد 6 حتى 12 ساعه كيبداو يبانوا عليك اعراض تسمم. والخطير في هذا الشيء انه ايوب واخا عرف بلي هذاك اللحم الجيفه اللي اصلا محرم. واحد المغامره الاخوان كنت كنتفرج فيه سميتو بير جريلز، تفرج فيه شحال ديال الاخوان شي 6 سنين و 7 سنين، كنت صغير شويه كنتفرج فيه، كان كياكل الدود وكياكل فهمتي كياكل مثلا بالي جمل ميت كياكلو. هذاك المغامر هذاك راه كيقرب بالعديد من الفحوصات واللعيبات، واصلا داكشي كيكون مصور قبل، يقدروا يكونوا حاطين ليه مثلا داك الجمل ذبحينو ليه وحاطينو ليه في داك البلاصه ودايرين معاه الوقت اللي غيجي ليه باش ياكلو، كمغامر حاطين ليه كل بلاصه الماكله اللي غياكل فهمتي، يعني داك الشيء راه مصور قبل ومخطين ليه قبل فهمتي. ولكن كان كيعجبني كنت كنتفرج فيه كنت كنستمتع الصراحه. ولكن هذا راه بزاف راه عيق بزاف الاخوان، ماشي كنهاجم بالنسنس ولا شي حاجه، راه بالنسنس هو مغربي ولد بنادنا، ولكن والله اللي ما خصوش يدير هو هذا الاستحمار اللي كيستحمر. انا كلت فروج ميت انا كلت ماشي مشكل، ولكن
خاصك تحمروا اصاحبي، بحال يقدر اصاحبي دري صغير يتفرج فيه يمشي يدير بحاله، يعني ما خصوش يدير هاد البلانات، ايفيتيهم، يمشي يسافر يجول بحال مثلا عبر افريقيا كتفرج فيه بزاف تا هو عبر افريقيا. ياسين السقلي تبارك الله عليه كيدير الدراجه الهوائيه، كيمشي كيدور كيشوف الدول. علاش ما ديرش بحال ما هكا تمشي تشارك معنا ثقافات جديده وكذا وتحيد هاد اللعيبات هادو ما خدامينش بالرجوله دينيا في الاسلام، الا انه من غير انه هو نيت غياكلو بدا كيعرض على ناس اخرين باش ياكلوا معاه وكيعرض السلامه ديالهم للخطر. ولحسن الحظ ان دوك الناس رفضوا ياكلوا معاه. ياكلوا الجيفه الاخوان، اش غياكلوا؟ حاجه هي الفيديو ديال القوريه بنت نائب رئيس حكومه بريطانيا واللي ضرب ليه اكثر من 2 مليون مشاهده. كذبه ليفل ماكس. بحكم انه فاش البنت غبرات الاب ديالها ايت البوليس نائب ديال تشمل نائب ولا من نائب بس انه بكل بساطه كان سياسي عادي جدا ورئيس الحزب يميني متطرف معروف بالعداء ديالو المهاجرين والمسلمين عامه. هاد حس الرعب والمغامره وانه شخصيه غامضه خلاو ايوب يدخل المستشفى بن صميم نواحي افران، واللي كيقولوا انه المستعمر هرب منه حيت كان مسكون، مع العلم ان هاد المستشفى تسد بحكم بناو بغرض يعالجوا السل وامراض الصدر. وفاش نقصوا الحالات يعني شي دار مثلا كانت خاليه وخلوها السكان وكذا، ولا شي مبنى مهجور خلوه السكان كيقولوا راه مسكون، فهمتي، باش يجيبوا الفيوز والمشاهدات. السل سدوا في 1973. كبير الاخوان صاحبي، لازم خاصو يفكر بالمنطق، في هذا الفيديو ايوب فاش كيدخل كيلقى مش كحل وكيقرا عليه القران لانه عباره على جن، وحتى لهنا ماشي مشكل، ولكن المشكل هو طلق باف بصوص مفرقع حدا قط او حيوان بشكل عام وتشعل ليه البيل قريب بزاف من عين. هذا المشاهده اش دار في حياته تغيتلاقى مع هذا السيد هذا، كان في امان الله غادي تتلاقى مع هاد خونا هذا لك ساكنوا جن. لا حول ولا قوه الا بالله. انك يبغي مسكين يهرب ضربوه بدا تقرصوا من ودنيه وتجروا منها، وبما انه قد كبير عرفتي اش كيقول مش بعد مني عار ربي لما بعد مني. فهاد الشيء كيعني انه كيتقصح، وهذا الشيء كامل على قبل المشاهدات وهنيه تعذب حيوانات ولو غير بالضحك وتزيد تسوق الفكره ان القطط الكحلين مسكونين. خلق الله شتي هاد القط الكحل من اطيب خلق الله، اقسم بالله مربي القطوط انا، اقسم بالله من اطيب خلق الله هما القطوط. رسخ هاد الفكره في عقول الملايين اكثر ما هما كيتعداو على القطوط الكحل، مع العلم انه القط الكحل بالضبط معروف بالظرافه الزايده لدرجه الكرخ وحنانين بشكل خيالي. انا براسي فاش كيجي عندي شي واحد للدار وكيشوف هاد القط اللي قتلوه ليا بسبب السم كيبغيو يجريو عليه حيت كيخلعهم وكيبداو يقولوا يا ربي السلامه. والمشكله انه من بين اكثر من 40 قط اللي دوزت في هاد 3 سنين بوبويا والقطوط الكحل اللي دوزت كانوا من اطيب خلق الله، لا في الدار ولا في الشارع. واللي كيعرفني غيعرف لاي درجه ما عنديش مع الكذوب في المحتوى، وخصوصا فاش كيكون محتوى اللي كيحماقوا عليه الدراري الصغار والمراهقين وكيصدقوه بواحد الشكل عمى. وان ايوب ما كيقولش في بدايه الفيديو ديالو ان هذا الشيء راه غيضركم او لا مجرد الفرجه، هذا هو المشكل. كيعتمد على الذكاء المشاهد اللي ما كاينش، وواخا عارفه بلي بزاف كيعجبهم ومن حقهم حيت فعلا كيدير محتوى غامض، الا انه كون كان في دوله اخرى كون راه تعاقب على هذا الشيء او على الاقل المصداقيه ديالو كان غادي يفقدها. وبالتالي مشكلتي ماشي مع المحتوى اللي كيدير وانما في الكذوب اللي ما توضحش. الشيء اللي قالته اختي بسمه راه هو اللي قلت لكم انا الاخوه، راه ما زدت ما نقصت. انا ماشي ضد المحتوى اللي كيدير، انا ضد الكذوب اللي كيدير، فهمتي، انه كذوب وغير سارح في بنادم اللي اصلا مرفوع. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الحلقه، نتمنى انه يكمل في المحتوى ديالو ولكن ينقص عليه شويه ديال المغامره. رساله لك بالنسنس، دير شي حاجه اللي تكون زوينه، سافر سير دير شي حاجه اللي تكون زوينه، فهمتي، اللي غترفه علينا، ماشي فهمتي دير هادشي كذوب وكذا. الاخوان هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم ومتنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش توصلكم اي فيديو جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي وبيس.